صراحة بتبقى جميلة روعة. اعملها بقى بالطريقة دي هتعجبك قوي. الكنافة بتعملها في الفرن في الصينية، حبة سمنة كده، نص كوباية سمنة، تبقى معاكي جميلة قوي كده. شوفوا الجمال. بس يا جماعة عملنا بقى كل الكبات، خلصناها هي. دي بقى في التلاجة في الصيف جميلة. شوفوا الطبقات تبقى سقعانة كده حلوة قوي. خلصنا الصينية وخلصنا بقى ده كله. بص حطينا بقى الكنافة في الصينية، وحطينا عليها ايه نص كوباية سمنة، ندخلها بقى الفرن تتحمر. بس متحطلهاش بقى سكر، عشان لو حطيت لها سكر هتنشف بقى مني. بعد ما تطلع وتبرد خالص ممكن ترش عليها حبة ايه سكر. بصوا يا جماعة الكنافة طالعة بقى عاملة ازاي ما شاء الله. بقى لو حطيت لها بقى السكر قبل ما تخش الفرن هتكلكع معاك وتسيبيها تبقى جامدة. هتعمل بقى ايه كور كور كده ايه صغيرة كده. انما بصي كده شوفي مفلفلة معاكنا بقى ازاي وجميلة. شوفي حطينا لها بقى العسل بعد ما طلعت بقى من الفرن على طول وهي سخنة. تقعد معاك يوم واتنين وتلاتة كده، تقعد معاك اسبوع وزيادة. حطهم في علبة وما تعوزيها تشتغلي بيها جميلة قوي. بصوا يا جماعة انا عمالة ايه ابطط بصراحة الكنافة، واترن ايه الكاميرا ما كانتش شغالة. بصوا جميل قوي ازاي. هنا كوباية حليب، كوباية كريم شانتيه، وهنا معلقتين كبار ايه سكر. كوباية كريم شانتيه، معلقتين كبار سكر حبيبات، كوباية حليب متلجة متلجة خالص. نضربهم. بس يا جماعة عشان احنا بقى في الحر لازم الكريمة تبقى ايه تقيلة بقى كده. الكريمة بقى عاملة ازاي تقيلة قوي بقى ازاي كده، عشان لو خفيفة هتسيح منك في الحر في الصيف هتروح تسيح منك خالص. شوفوا ما بتنزليش من المعلقة ازاي. عاوزينها بقى تقيلة كده قوي. نحط بقى الكريمة. نوزعها بقى كده كلها، ونحط بقى المانجا كده. نوزعها بقى كده كلها. نحط بقى كده روزيتات، حاجة كده في الصيف كده بتبقى جميلة كده في التلاجة. ده ما يدور بقى كده نلفها كده كلها. حطينا بقى الكنافة الكبات دي بقى كده. نحط بقى كريم شانتيه لما يدور. هنحط بقى المانجا بعد كده، يبقى طبقة كنافة، طبقة كريم شانتيه، طبقة مانجا.
دي كده ضربناها في الهاند بلندر من غير ميه، من غير اي حاجه. طلعناها من الكيس من الفريزر، عملناها بايه، ضربناها بالهاند بلندر على طول. هتلاقي بقى كده روزيتات كده صغيره كده. كده في الصيف كده بتبقى جميله قوي. كنافه بالمانجا بالكريمه بتبقى روعه. ودي كمان زيها كده. شوف بقى الشكل، شوف الطبقات جميله. مش بقى في اللايك والشير في الاشتراك في القناه، مع الف هنا مع ام معتز.